طيب خلاص خرجنا قدام السنغال واللي حصل حصل وزعلنا واتعصبنا وكل واحد شايل التاني المشكلة وخلاص، ويعني مرة هنقول الشناوي، لا هنقول صلاح هو ما كانش أحسن حاجة، ولا لعبنا بطريقة دفاعية يا كابتن حسام حسن. خلينا نتكلم في المفيد، إيه اللي يلزم منتخب مصر عشان نفوق؟ قنبلة. قنبله ازاي؟ قنبلة. قنبله ايه يا عم؟ لا 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 قنبلة ولا أي حاجة، الموضوع أبسط من كده. الفكرة كلها إن إحنا ممكن ناخدها حتة حتة. على مستوى المدير الفني فأنت لأ، أنت محتاج حد أحسن من كابتن حسام حسن، ومع الاحترام لكابتن حسام حسن، بس باللي إحنا شفناه من طريقة لعب المنتخب لأ، مفيش أي حاجة واضحة، مفيش أي بصمة. أنت ما عملتش إلا مباراة بس واحدة، واللي هي مباراة ساحل العاج، وقدمت فيها لمسة فنية، لعبت على التحولات الهجومية، امام عاشور ومن ناحيه مرموش وصلاح، وكان شكلنا حلو وكسبت المباراه في النهايه. لكن باللي احنا شفناه قدام مباراه السنغال والتراجع الدفاعي الكارثي اللي احنا شفناه ده، لا فاعتقد ان احنا محتاجين مدرب يبني جيل جديد. ايوه، وهنيجي بقى هنا للمرحله الثانيه واللي هي اللعيبه. فانت بالتالي انت محتاج ان الجيل ده خلاص هو كبر، وما عادش هيكون نافع انك تعتمد عليه، لان في بطولات اللي جايه اللي هي بطوله افريقيا اللي جايه، الجيل ده تقريبا بنسبه كبيره كله مش هيكون موجود. وبالتالي انت محتاج تبني على العناصر الصغيره اللي موجوده معاك في حراسه المرمى، بقى في خط الدفاع تبدا تشوف مين اللعيبه الشباب اللي تعرف تبني بيهم جيل. ايوه، تبني بيهم جيل كامل، تبني من اول حراسه المرمى، خط الدفاع، نص الملعب، تبدا تدور عندك حتى محترفينك اللي بره اللي انت ما كنتش بتبص عليهم، اللي هو اسامي بقى مغموره، تبدا تشوف الناس دي وتدور عليها، وتبني منتخب مع مدير فني اكبر، مدير فني يعرف يبني لنا منتخب كبير. غير كده هنقعد ندخل في متاهات ومش هتعمل اي حاجه، وان احنا اخر بطوله هي كانت ايام كابتن حسن شحاته، ربنا يديله الصحه يا رب. هتفضل تخش بقى في الدوامه دي، ونفضل نقعد نقول سبعه 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 لحد ما نلاقي المنتخبات عدت موضوع السبعه ده، وانت قاعد لسه نايم وعمال بتغني على اطلال الماضي. وبالتالي لازم تكون بتصارح نفسك ان انت الجيل الحالي هو عمل كل حاجه هو يقدر عليها. محمد صلاح بيلعب مع المنتخب تقريبا من 2011 لحد دلوقتي، ما خدش بطوله افريقيا ولا هياخدها، لان اعتقد محمد صلاح خلاص مش هيشارك في البطوله اللي جايه. وبالتالي خلاص هم جابوا اخرهم هنا. وبالتالي انت لازم تركز على فكره انك هتبني منتخب جديد، تبني منتخب جيل جديد من لعيبه شباب يستحقوا. كمثال مثلا انت عندك دلوقتي في حراسه المرمى مثلا، عندك مصطفى شوبير، عندك حمزه علاء، عندك ناس كتير موجوده في الدوري المصري، فانت تقدر تبني جيل جديد من حراسه المرمى. وبالتالي تقدر تبني جيل منتخب مصر، تبدا بقى تنافس في الفترات اللي جايه، تبدا تقول اه انا عندي جيل انا كنت بعده وهو اصبح جاهز. غير كده هيكون الكلام اي كلام، اي كلام بمعنى اي كلام. الموضوع ده باختصار هو انت لازم تمشيها واحده واحده، ولازم الكل يكون متكاتف على ده. مش مودي لي مدير فني نفس دلوقتي حسام حسن لبطوله افريقيا والراجل خايف ان لا ده هو ده، انا لو خرجت من افريقيا هيشيلوني طب مش هيودوني كاس العالم، وتصريحات هنا وتصريحات هناك، والموضوع قلب سلطه، قلب بشكل وحش، الموضوع قلب سلطه يعني. انت بتتكلم ان كابتن حسام حسن اول كان ماسك نفسه طول ما المنتخب بيكسب، اول ما خسرنا وخرجنا من البطوله ايه اللي حصل؟ كابتن حسام طلع بتصريحات غريبه جدا، هاجم بيها الكل ولطش في الكل بدون اي داعي. ولسه لما هيرجع مصر، هو انت يعني لسه ناسي ده هو هيرجع مصر وهيبدا بقى يتكلم عن الناس اللي كانت بتهاجمه والناس اللي مش عارف ايه، والتلاسن هيطلع، وممكن في وسط التلاسن ده تلاقيه اقيل. وبالتالي احنا لازم نحل الموضوع ده ونركز على مصلحتنا بتقول انت محتاج مدير فني، محتاج انك تركز المدير الفني يكون جاي مدرب مشروع يبني لك منتخب جديد، يبني لك جيل جديد. ده ملخص، ده انت لازم عايز تصلح حالك، عايز تشوف منتخب بيرجع تاني بيرهب افريقيا، ومنتخب يرجع يعدي لك يجيب لك الثامنه بدل ما السبعه بقالها كام سنه مش عارف تاخدها. وبالتالي لا، انت محتاج جيل تاني من اللعيبه، وتشكر الناس اللي موجوده حاليا دي امكانياتهم، وده خلاص هم حاولوا على قد ما يقدروا، لكن خلاص هي مش ماشيه معاهم ومش جايه، ربنا مش كارم. خلاص انت محتاج جيل جديد، ده ملخص الموضوع، جيل جديد بمدرب جديد بلعيبه جديده، تبدا تدور عليهم محترفين صغيرين، تبدا تبص عليهم محترفينك اللي عندك، لعيبتك الصغيره زي مثلا حمزه عبد الكريم والناس دي، تسيبهم يطلعوا للاحتراف عشان يكون عندك لعيبه خبره تقدر تعتمد عليهم، ومحدش يقعد بقى يقول لنا عندنا محترفين وربع والكلام الغريب اللي بيطلع ده. وان شاء الله خير، محدش عارف يعني ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. سلام.